عبد الرحمن الخضر داخل منطقة الجزاء. عبد الرحمن الله، أول أهداف النهائي يفتتح التسجيل عبد الرحمن الخضر. وهذه فرحة الجماهير اليمنية هنا في ملعب مجمع السعادة في صلالة. هذه الجماهير الكل حاضر هنا، الأطفال، الشباب، الشيوخ، النساء. نعم دون يا سامر فضل، دون أهداف، أول أهداف منتخبنا اليمني هنا في النهائي في النسخة العاشرة. الكل فرحان، الكل يحتفل هنا في ملعب أرضية الملعب هناك في اليمن السعيد في شماله وجنوبه. يا سلام، ركلة جزاء مع أحداث الشوط الأول ستعطي دفعة قوية إذا سجل عبد الرحمن أم سيكون للحارس العملاق السعودي الصغير موسى العيد رأي آخر. يلا يا عبد الرحمن، بالتوفيق. عبد الرحمن يتقدم في هذه اللحظات. عبد الرحمن الله، موسى العيد الحارس الذي تصدى منذ بداية اللقاء لهجمات خطيرة يمنية، يواصل التألق ويصد ضربة جزاء نفذها عبد الرحمن الخضر. لكن موسى العيد في المرمى. أنا قلت لكم هذا الحارس العملاق حارس مستقبل الكرة السعودية، حارس مستقبل الكرة السعودية. الآن ضربة حرة للمنتخب السعودي عن طريق عبد الرحمن السفياني داخل منطقة الجزاء. والله التعادل. مشعل الداودي يعود بالمنتخب السعودي من بعيد. نعم، يعود من بعيد. الله 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 يا الأخضر يعود من بعيد من ضربة حرة مباشرة عن طريق عبد الرحمن السفياني بلمسة من مشعل الداودي. يعود بالمنتخب السعودي من جديد المنافسة. هل ستكون هناك ركلات ترجيح كما كانت هناك في الدمام السعودية في النسخة الثامنة عندما تقدم المنتخبنا اليمني وعادل المنتخب السعودي؟ ها هو المشهد يتكرر، عن طريق هذه الضربة الحرة من عبد الرحمن السفياني ومشعل الداودي من لمسة. شوف مشعل الداودي من لمسة تخادع حارس المرمى وضاح أنور. نعم هنا في النهائي المثير والقمة بين الأشقاء، بين الأحبة الصغار، منتخبنا اليمني والسعودي. هل ستكون هناك ركلات ترجيحية؟ هل